الزوجة الصالحة مش اللي فاردة دايما سجادة الصلاة وبتقول لك يلا نعمل عمرة وصوامة قوامة. دي مش الزوجة الصالحة. يا فرحتي لو هي بتعمل كل الكلام ده وتلاقي لسانها طول كده، نفعك بإيه؟ معظمنا دلوقتي سواء من الرجالة أو من الستات تقول لك أنا عايزة واحد بيصلي وصوام قوام وبيحج البيت كل سنة أو بيعتمر. ده ملوش علاقة بالعلاقة اللي ما بينكم. دي اسمها عبادات، والعبادات بتبقى ما بين العبد وربه. وفي ناس كتيرة ما بتصيبش صلاة على فكرة وبتعتمر كل سنة ومكفرة أزواجها. فمش ده الاختيار اللي تختار عليه زوجك أو تختار عليه زوجتك. انتوا العلاقة ما بين الزوج والزوجة بتقوم على الأخلاق. تشوف هل هي فعلا ساعة العصبية بتتطاول وبتتلفظ بألفاظ مش كويسة، هل هو بخيل، هل هو ما بيكرمش أهله، هل هو شخصية بصباصة وبتاعت بنات، لأن في ناس بيصلوا بتوع بنات على فكرة، وفي ناس بتعتمر وعينيه ما بتسيبش واحدة ماشية في الشارع إلا وبتلقطها. الزوجة الصالحة لما ربنا اتكلم عنها في القرآن قال إيه؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. دي المواصفات بتاعت الزوجة، وابحث عنها بقى واعرف يعني ايه ثيبات، ويعرف يعني ايه سائحات، ويعرف يعني ايه عابدات. والعابدات طبعا مش اللي هي بتصلي وتصوم، لا لا لا، ده حاجة تانية خالص. بس انت دور بقى عشان تعرف يعني ايه زوجة صالحة. اختاروا الأخلاق، مش اللي بيصلي ويصوم وفارد سجادة الصلاة وهي دايما فاردة سجادة الصلاة.